السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى ولاد وأحلى بنات وولاد وبنات الصف الثاني الابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض درس جديد من الكتاب المدرسي اللغة العربية الترم الثاني للصف الثاني الابتدائي عام 2024. وما تنسوش قبل ما نبدأ تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. رحلة إلى المخيم. قصة النهاردة أو درس النهاردة رحلة إلى المخيم. ذهبت مع أصدقائي في رحلة إلى مخيم كشفي. المكان واسع مليء بالجبال والصخور والرمال. جهزنا المخيم ثم تجولنا لنستكشف المكان. بعد فترة نظرت حولي فلم أجد سوى الرمال والجبال. أين المخيم؟ وأين أصدقائي؟ لقد أضعت الطريق. أضعت يعني إيه؟ أضعت الطريق يعني أنا مش لاقي الطريق، يعني تهت يعني. بدأت الشمس في الغروب وأصبح الجو باردا، فجمعت بعض أغصان الأشجار لإشعالها فأشعر بالدفء. بعد قليل سمعت بعض الأصوات تناديني: يا كريم يا كريم. سعدت كثيرا وتعجبت قائلا: كيف عثرتم علي؟ فقال القائد: من خلال الإشارة الضوئية التي استخدمتها. فتساءلت: أي إشارة تقصد؟ فرد ضاحكا: النار التي أشعلتها هي إشارة ضوئية ساعدتنا في العثور عليك. يعني إيه؟ باللغة العامية رحلة إلى المخيم يعني رحلة إلى المخيم يعني مكان بيعملوا فيه خيمة يعني. ذهبت مع أصدقائي في رحلة إلى مخيم كشفي. يعني إيه؟ يعني أنا رحت مع أصدقائي في رحلة إلى مخيم كشفي. يعني إيه؟ يعني هنستكشف أماكن وعملنا خيم هناك علشان إيه؟ ننام فيها يعني وكده عقبال ما نعمل إيه الرحلة دي. المكان واسع مليء بالجبال والصخور والرمال. هو كريم ده شاف المكان اللي هم هيعملوا فيه الخيمة، فلقى ان المكان واسع ومليء بالجبال. مليء يعني مليان بالجبال والصخور والرمال. جهزنا المخيم يعني المكان اللي احنا هنعمل فيه الخيم. ثم تجولنا لنستكشف المكان. تجولنا يعني ايه؟ تجولنا يعني بنتحرك عشان نستكشف المكان. قعدنا نتحرك كده في المكان عشان نستكشفه. بعد فترة نظرت حولي. بعد فترة قعدت أبص كده حواليا فلم أجد سوى الرمال والجبال. إيه ده؟ أنا كنت مع أصدقائي دلوقتي وفجأة ما لقيتهمش، أنا بقيت لوحدي. أين المخيم؟ فين المكان؟ أنا عمالة أمشي ومش لاقي مكان اللي احنا كنا عاملين فيه الخيم. راح فين أصدقائي؟ لقد أضعت الطريق. يعني إيه ضال الطريق؟ أضعت الطريق يعني تهت، ضليت الطريق. بدأت الشمس في الغروب. النهار خلاص بدأ يروح والغروب بدأ يجي. يعني إيه غروب؟ يعني الليل بدأ يجي. وأصبح الجو باردا، الدنيا بقت ساقعة، مش حاسس بالدفء اللي أنا كنت حاسس بيه في الأول. فجمعته أعمل إيه؟ قعد يفكر لحد ما جمع أغصان الأشجار أهي عشان يشعل النار عشان يتدفى فيها، لأنه حس بالبرد لما الغروب جه. بعد شوية سمع بعض أصوات تناديه. قعد بعد ما أشعل النار الأستاذ بتاعه هو وأصدقائه سمع لقوا علامة اللي هي النار، فعرفوا مكانه من خلال النار دي. فسمع أصوات كريم بقى، سمع أصوات حد بيناديه ويقول: يا كريم يا كريم.
فبص كده ناحية الصوت، فلقى أصدقائه الأستاذ بتاعه، فاستغرب. كيف عثرتم علي؟ يعني انتوا لقيتوني ازاي؟ قال القائد اللي هو الأستاذ بتاعه: من خلال الإشارة الضوئية التي استخدمتها. إشارة إيه؟ إشارة ضوئية يعني نور كده. فسأل: إشارة إيه؟ فراح القائد بتاعه ضحك وقال: النار اللي اشعلتها، النار اللي انت قدتها يا كريم، هي دي الاشاره الضوئيه اللي من خلالها انت ساعدتنا ان احنا نلاقيك. فكر. نشاط. تخيل أنك في مخيم ذهبت إليه مع معلمك وأصدقائك. عبر عنه بالرسم. طبعا كل تلميذ هيعبر عن المخيم بتاعه بالرسم، وليكن الصورة صورة من الصور دي كده مثلا يرسمها، أو يرسم أي خيمة مع أصدقائه، أي خيمة مع القائد بتاعه. هنا رسمنا خيمة وفي شجر والنجيل باللون الأخضر طبعا، وهنا صخرة قاعد عليها التلميذ، ودي نار حطب أو غصون أشجار، ودي نار، وده الأستاذ وماسك ورقة، وكل واحد ماسك ورقة للاستكشاف، يعني يستكشفوا المكان ده عن طريق الورقة دي، هيروحوا فين ويجوا منين كده يعني. رقم 2: اقرأ واكتشف. طبعا الرسمة دي على حسب التلميذ ما هو متخيل او شاف القصة ازاي فبيرسمها، مش حاجة اجباري يعني. اقرأ واكتشف. نشاط ألف: صل كل كلمة بمعناه. حياة المخيم مليئة بالمغامرات. مخيم هنا يعني ايه؟ مخيم هنا معناها فقد، ولا يوقد أو يضيء، ولا مكان نضع به الخيمة، ولا يتحرك ويتنقل. طبعا مخيم جاية من اسمها، مكان نضع به الخيمة. يبقى المخيم يعني مكان نضع به الخيمة، يبقى الأولى قبل الأخيرة. أحمد يتجول بين الأزهار. يتجول هنا يعني إيه؟ يعني فقد، ولا يوقد أو يضيء، ولا يتحرك ويتنقل. أحمد يتجول بين الأزهار، يعني يتحرك ويتنقل. يتجول بمعنى يتحرك ويتنقل، يتمشى يعني بين الأزهار. أضاع رامي الطريق ويبحث عن حل. أضاع يعني إيه؟ أضاع يعني تاه يعني، بس أنا مش هقول تاه، هقول فقد الطريق. طيب في البيت: يشعل جدي شمعة لتنير لنا المكان. يشعل هنا بمعنى إيه؟ لا، يشعل هنا بمعنى يوقد. يشعل الشمعة يعني يوقد أو يضيء الشمعة. نشاط باء: اقرأ القصة ثم أكمل. رقم 1: ذهب كريم مع أصحابه إلى ذهب كريم مع أصحابه إلى المخيم. رقم 2: بعد تجهيز المخيم ذهب كريم للتجول كريم لما ضل الطريق أو أضاع الطريق كان ماشي رايح فين؟ ذاهب رايح فين؟ استكشاف المكان. يبقى كريم بعد تجهيز المخيم ذهب للتجول لاستكشاف المكان. رقم 3: عثر القائد على كريم من خلال لما القائد رجع له وقال له: انت عملت لي إشارة ضوئية، يبقى من خلال الإشارة الضوئية. رقم 4: الإشارة الضوئية التي استعملها كريم هي كانت الإشارة الضوئية؟ كانت النار. رقم 5: بما تنصح كريما في المرة المقبلة عشان ما يضلش الطريق وما يتوهش من أصحابه والقائد، يعمل
وضع علامات حتى لا يضيع الطريق. وضع علامات يعني مثلا يجيب جذع شجرة وكل ما هو ماشي يرمي جذع الشجرة ده علشان لما يجي يرجع ايه من خلال العلامات دي، او بقلم يكتب ايه على كل جذع شجرة سهم كده هو ماشي فين مثلا، اي حاجة. يبقى وضع علامات حتى لا يضيع الطريق. طيب رقم جيم، عبر عن كل كلمة مما يلي بجملة. مخيم، احطها في جملة. هقول ايه؟ ذهبت الى مخيم في الصحراء. ذهبت الى مخيم في الصحراء. طيب واسع، عايزين نحطها في الطريق في جملة. هقول الطريق واسع. إشارة، عايزة أحطها في جملة. إشارة المرور مضيئة. النار، عايزة أحطها في جملة. أشعل إبراهيم النار، أو أشعل كريم النار، بما إننا بنتكلم عن كريم في القصة يبقى أشعل كريم النار. أي اسم، حط اسمك أنت. رقم جيم، نشاط جيم، حان الآن وقت القراءة الجهرية، هيا اتبع تعليمات معلمك. طبعا هنقرأ القصة دي مرة أخرى. رقم 3، لاحظ واكتشف. نشاط، اقرأ ولاحظ. تبحث مريم عن أصدقائها في أثناء اللعب. قعدت ايه مريم تبحث عن أصدقائها وهم بيلعبوا. مريم اهي، دول أصدقائها. فقعدت تنادي يا أحمد، يا هنا، يا سمير. هنا يا سنة تانية، كلمة يا أحمد، يا هنا، يا سمير، يا إبراهيم، يا جنى، يا جودي، يا ريتاج، يا رغد. هنا الأسماء دي أنا قبل ما بنادي بقول يا فلان، يا اسم يعني. يا هنا دي اسمها ايه؟ اليا هنا اسمها أداة نداء. دي أداة زي أدوات الاستفهام اللي احنا خدناها في النص الأولاني في الترم الأول. خدنا أدوات الاستفهام ما، ماذا، كيف، أين، متى، لماذا، ولماذا، ايه تاني، كيف حالك، أين أنت، أي أداة استفهام. هل، دي اسمها أداة، كلمة اسمها أداة. طيب الكلمة اللي بعدها بقى يعني يا دي أداة نداء. يا دي أداة نداء، أداة زي أداة الاستفهام، هنا أداة نداء. وقبل كده كان في أداة تعجب، ما أجمل، ما وبعديها ايه كلمة على وزن أفعل، ما أجمل، ما أعظم، ما أحلى، ما أروع. هنا برضو أداة النداء إن أنا بنادي، يا يعني بنادي يبقى اسمها أداة ايه نداء. طيب هنا المنادى هنا اللي هو مين اللي أنا بنده عليه، المنادى اللي أنا بنده عليه يعني يا أحمد، يا هنا أداة نداء، وأحمد المنادى اللي أنا بنادي عليه. طب يا هنا أداة نداء. طب وهنا المنادى اللي أنا بنادي عليه يعني يبقى ده اسمه منادى. طيب يا سمير، يا هنا ايه؟ قولوا. أيوة أداة نداء. طب وسمير؟ منادى. سمير منادى اللي هو الشخص اللي أنا بنادي عليه. طيب يا أحمد، الجملة دي على بعضها اسمها ايه؟ كلمتين اهم يعني ايه؟ أداة نداء اللي هي يا، والمنادى اللي هو مين؟ اللي هو أحمد. طب الجملة على بعضها يا أحمد دي اسمها ايه؟ اسمها أسلوب نداء. اسمها ايه يا سنة تانية؟ أسلوب نداء. خلاص يبقى ايه أسلوب النداء؟ يعني أطلع ايه أو أوجد أسلوب نداء.
او ابحث عن اسلوب نداء. اسلوب النداء يبقى فيه كلمة يا. طب اسلوب تعجب ما اجمل. طب اسلوب استفهام كيف حالك، كيف. خلاص، يبقى بسأل عن حاجة، يبقى دي اسمها ايه؟ اسلوب استفهام. في اسلوب استفهام اخره علامة استفهام هي دي. طب اسلوب تعجب اخره كده واحد وتحتها نقطة. طب اسلوب نداء مفيهوش حاجة بس بعلمها بايه؟ بكلمة يا. دي اسلوب نداء فيها يا. واسلوب تعجب اخره علامة التعجب دي واولها ما اجمل، ما اروع، ما اعظم. طب اداة الاستفهام اللي هي الاستفهام دي بتبقى قبلها اداة استفهام زي كيف، هل، ما او ماذا، لماذا، اين، متى كده. خلاص. رقم 4، لاحظ وتعلم. نشاط ألف، ارسم دائرة حول الجمل التي بها أسلوب نداء فيما يلي. طبعا أسلوب نداء زي إيه؟ يا، بنادي على شخص وأقول له يا فلان. هنا يا محمد، قبل ما أكمل الجملة هل ده استفهام ولا قصدي نداء ولا لأ؟ أداة نداء ولا لأ؟ مادام أولها يا يبقى طبعا ده أسلوب نداء. يا محمد افتح الباب. أنا بنادي على شخص وأمر بحاجة. افتح ده فعل امر، يبقى يا محمد افتح الباب. يبقى يا هنا اسلوب نداء، يبقى اعمل عليها دايره. طيب يحب كريم المغامرات، هل هنا في يا؟ في يا مس. ايه ده؟ في اولها يا اهي. لا، اللي اولها يا ده فعل مضارع. امال ايه يا مس اللي اولها يا؟ اللي اولها يه الف وبعديها بنادي على شخص، يعني يا وشخص. هنا يا وبعدين حب، لا، هي كلمة على بعضها يحب، يبقى ده فعل مضارع مرفوع بالضمة. طب وكريم ده فاعل مش منادى. هنا الجملة الأولى يا، ده ايه؟ نداء، ومنادى عليه المنادى محمد، انما هنا يحب يبقى ده فعل، وكريم فاعل. خلاص. والمغامرات دي مفعول به. ألعب مع أصدقائي. ألعب مع أصدقائي، في هنا يه ألف زي يا محمد؟ لا، أمال إيه؟ ده فعل عادي. ألعب مع أصدقائي يبقى ده مفيهوش أي حاجة خالص. طيب يا أمي أين الطعام؟ يا أمي هنا في نداء. يا هنا أداة نداء، وأمي اسم منادى. أمي ده منادى، يبقى يا أمي أين الطعام؟ بيسألها فين الأكل. خلاص، يبقى يا أمي ده إيه؟ أداة نداء، أسلوب نداء. لأنه بيتكون من أداة النداء اللي هي يا، وأمي اللي هو منادى، يبقى هعمل عليها دايرة. أحب تناول الخضروات، في هنا يا وبعديها اسم شخص؟ لا. طب يبقى ده ايه؟ اسلوب نداء؟ لا، مفيهوش حاجة خالص، يبقى ده مفيهوش حاجة. طيب انهيت الواجب يا معلمتي، انهيت ده اسلوب نداء؟ لا. هو لازم يجي في الاول يا مس؟ لا، مش شرط. طيب انهيت الواجب يا معلمتي، انهيت فعل ماضي ماشي. ويا هي التاء هنا تاء الفاعل اللي هو انا، والواجب ده مفعول به. تمام. خلينا بس هنا في المهم. انهيت الواجب يا معلمتي، يبقى يا هنا في كلمة يا اهي، يبقى يا هنا اللي هي أداة نداء. طيب ومعلمتي، معلمتي دي اسم مش شرط اسم شخص بعينه، يعني يا كريم، يا أحمد، يا إبراهيم، لا. أمال ممكن أقول إيه؟ يا معلمتي، يا مدرس، يا طبيبي، يا أي حاجة، يا طبيب، يا معلم، يا مهندس، أي حاجة. خلاص. يبقى هنا يا أداة نداء ومعلمتي دي المنادى، يبقى دي
من ضمنها، يبقى هعمل عليها دايرة. نشاط ب، ارسم دائرة حول أسلوب النداء ثم رتب الكلمات لتكون جملة. يا دروسك، ذاكر خالد. ارسم دائرة حول أسلوب النداء ثم رتب الكلمات. يبقى يا هنا هعمل عليها دايرة، وممكن كمان ألونها. وبعد يا ايه؟ اسم. فين الاسم؟ دروسك؟ لا. ذاكر؟ لا، ده فعل امر. خالد؟ هو ده. يبقى يا خالد، يبقى هعمل دايرة على يا وخالد، وبعدين ارتب الكلمة. ممكن اقول يا خالد ذاكر دروسك، وممكن اعكس اللي هي ازاي، اقول ذاكر دروسك يا خالد. ينفع؟ ينفع. طيب رقم 2، اين اللعب؟ عفوا، أين اللعب؟ صندوق أمي يا. ممكن أقول يا أمي أين صندوق اللعب أو اللعب؟ يا أمي أين صندوق اللعب؟ تمام. طيب هنا بقى فين يا؟ أهي اللي هي أداة النداء، والمنادى أمي لأنها اسم، فأنا هظلل دي وظلل دي بالألوان، أو أعمل عليها دايرة وخلاص. يا أمي أين صندوق اللعب؟ خلاص. طيب رقم 3، الماء يا تفضل جدي. فين أداة النداء؟ يا. فين يا؟ أهي يا. طيب المنادى اللي هو الاسم، اللي هو مين؟ الماء تفضل جدي. جدي، يبقى جدي هنا المنادى. طيب هبتدي بيها، هبتدي بيها. اول حاجة طبعا يا، وبعدين جدي. طب وبعدين يا جدي ايه؟ الماء تفضل؟ لا، ما تنفعش. امال تفضل الماء. يا جدي تفضل الماء. ممكن اعكس، اشيل يا جدي دي واقول تفضل الماء، واجيب يا جدي كلمة على بعضها كده واحطها في الاخر، يبقى تفضل الماء يا جدي. طيب نشاط جيم، عبر عن كل صورة مستخدما اسلوب النداء كالمثال. هو هنا حال المثال، حال الصورة الاولى واحنا هنحل زيه. رقم 1، يا محمد افتح الباب. يبقى انا هحط الاسم اللي هو أداة النداء والمنادى، وبعد كده هأمر الشخص ده اللي مكتوب محمد، هأمره ان هو ايه؟ يعمل زي الصورة. هو بيعمل ايه؟ بيفتح الباب، يبقى يا محمد افتح الباب. طيب هقول هنا مثلا عم صالح، هبتدي بقول يا مين؟ هو كاتب اسمه اهو عم صالح، يبقى يا عم صالح. هو بيعمل ايه هنا؟ احرس الارض. يعني ايه احرس؟ يعني افحت، يعني باللغة العامية افحت الارض، احرس الارض او ازرع الارض. خلاص، يبقى يا عم صالح ازرع الارض. طب هنا مريم، هقول ايه؟ يا مريم. يا مريم ايه؟ هي قاعدة مع المس اهي. يا اما اقول يا مريم ذاكري دروسك، او يا مريم اقرأي الدرس، او يا مريم اي حاجة يعني، او يا مريم اقرأي القصة. خلاص. رقم 5، شارك. نشاط ألف، تحدث مع أصدقائك عن رحلة قمت بها وحدثت لك فيها مشكلة واستطعت حلها. يعني ايه؟ يعني ايه؟ اتكلم مع أصدقائك أو مع اخواتك مثلا عن رحلة قمت بيها، يعني في رحلة، طلعتي رحلة في يوم، واحكي القصة دي. احكي انت عملتي ايه في الرحلة، وايه المشكلة اللي واجهتك فيها. ماشي؟ والمشكلة دي حلتيها ازاي؟
خلاص. يبقى كل واحد هيحكي عن ايه رحلة هو قام بيها والمشكلة اللي حصلت في الرحلة دي وهو حل المشكلة ازاي. حلها بطريقته هو ولا بمساعدة المعلم اللي معاه ولا بمساعدة الأب والأم. خلاص. طيب نشاط ب، اكتب ما يملى عليك. طبعا الكلام ده املاء. عايزة اوريها لكم بس كده تمام. ذهبت إلى الحفل فاصلة وارتديت الثوب الأزرق فاصلة والحذاء الزهري. ذهبت إلى الحفل فاصلة وارتديت الثوب بالث الأزرق فاصلة والحذاء الزهري نقطة. وبكده قد انتهينا من درس النهاردة، وأشوفكم على خير المرة القادمة في مع درس جديد التواصل عبر الزمان. وما تنسوش تعملوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.